صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو ده بقى متصور يوم الجمعة، فالنهارده هيكون فلوج الجمعة. يعني هوريكي بقى هنعمل ايه النهارده في البيت. هنحضر فطار وكمان هننزل نتفسح يا جماعة. اخيرا هننزل نتفسح، بقالنا كتير ما عملناهاش. فاول حاجة عملتها بقى ان انا فتحت الشبابيك كده زي ما انتم شفتوا، ودخلت على المطبخ على طول علشان اعمل للولاد الاكل. الاول كنت عايزه اقول لكم ان انا الاول دايما كنت لا لازم اروق واصبن واخلص اللي ورايا، وبعدين بقى ابقى ايه ااكلهم. لا، اكتشفت ان انا لا ببقى بعمله مستعجل جدا، وببقى باكل في نفسي وهم طول الوقت زن. فبعدين بقى بعد فتره، بس فتره حلوه كده، اكتشفت ان لا ان انا لا لازم ابدا بان هم يفطروا واخلص معاهم اكلهم وشربهم، وبعدين ابدا بقى انا اعمل مع بعض يعني مع نفسي بقى، من غير ما حد يبقى مزعج كده حواليا. فعملت لهم اكل هنا بقى سريع كده منجز بصراحه، بحيث ان هم ايه وبرده مغذي يعني بيض وكده. وكمان قلت اقطع لهم تفاح عشان يتسلوا كده و... وينسوني شويه، ينسوني مثلا ساعتين كده ولا حاجه، اكون خلصت بقى فيهم اللي ورايا وظبطت الدنيا كده، بحيث ان احنا نبقى قاعدين في مكان برضو ايه يعني مريح نفسيا. وبس كده. وكمان انا بفطر معاهم يعني ايه، لو صحينا متاخر شويه بفطر معاهم، لو لا صراحه بتاخر يعني في موضوع الفطار، فباجل الفطار شويه. وبعدين بعد ما اخلص اللي ورايا كده اقعد افطر بقى واشرب قهوه، عشان ابدا ايه يعني افوق كده للبشر اللي حواليا دي واعرف اعيش معاهم والله. فالقهوه دي صراحه مش عارفه الواحد كان من غيرها يعمل ايه. يعني حقيقي بجد منقذة بالنسبة لي، فيها كمية كافيين بقى بتبص بتسيستم المخ اللي بيبقى بايظ ده. بس بقى وبعدين بعد الفطار بقى صلينا الجمعة. وبعدين كده بقى اقعد كده يا بنات يعني اقرا في المصحف، يعني مش هكدب بقى اقول بقرا كل جمعة او مثلا، لا بصراحة كل فترة لما بيبقى عندي وقت مناسب ان انا اقرا، وده غلط طبعا، المفروض نقرا في اي وقت. لان حقيقي بجد يعني القرايه في المصحف دي مش عارفه اقول لكم عامله ازاي، حلوه قوي يعني. انا كان بقالي فتره كده حاسه ان انا محتاجه ارجع بقى اقرا قران تاني كده. وبصراحه يعني بحس حياتي بتتغير والله، حتى لو قريت صفحه واحده بس في اليوم. فحاولوا كده يا بنات ايه لما تحسوا ان الدنيا بايظه معاكوا يعني مخنوقه متضايقه ايا كان تعبانه، اقري بس صفحه واحده حتى على قد ما تقدري. بجد الموضوع بيغير جدا النفسيه. اشربوا ميه كتير يا جماعه، بجد الميه حلوه قوي مفيده لكل حاجه. فحاولوا على قد ما تقدروا تشربوا ميه طول ما انتوا قاعدين. كان في بقى كده شويه مواعين حلوين كده، من فطار الصبح طبعا والعشاء بتاع بالليل. فخلصتهم كده وقلت بقى اعمل كوبايه قهوه عشان اروق على نفسي، عشان ابدا كده ايه اتعايش. عملت بقى القهوه هنا وحاولت اقعد كده ايه حبه في هدوء. حاولوا يا بنات ولو بجد 10 دقايق في اليوم خديها لنفسك. مجرد بس انت هتقعدي تشربي فنجان قهوة، فنجان شاي، هتعملي اي حاجة في حياتك، هتتفرجي على فيديو، حاولي تعملي كده. بجد هيفرق في نفسيتك جدا. طبعا بعد الهيصة اللي احنا عملناها في البيت دي، نزلنا بعدها على بالليل كده، اتمشينا على الكورنيش وشربنا عصير، وبس كده روحنا. عايزاكم بقى تحطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي، وادعوا لي كده انزل فيديو قريب جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وفلوج جديد. مع السلامة.